أنا ممكن أختصر الداتا بتاعتي بدل ما أفضل أبص على observations كتيرة. ممكن إن أنا أستخدم حاجة زي الفريكونسي تيبل. الفريكونسي تيبل هو عبارة عن تيبل بقدر إن أنا أكاونت فيه الobservations بتاعتي اللي بتفول within range معين. وعلشان أفيجوالايز حاجة زي دي بستعمل الهيستوجرامز. الداتا بتاعتنا كان فيها فيتشرز كتيرة، احنا أخدنا منهم الهايت وبس. لما بصينا على الهايت ده ممكن اللي أنا أبدأ أحط زي مجموعة من البنز هي بتحدد الرينجز اللي موجودة عندي. فأنا كل بن وليه رينج معين، أنا هنا حددت فيه الهايتس إن هو هيكون 5 سنتي. فاللي هيحصل بمنتهى البساطة اللي أنا همشي على كل بن وهخلي البن ويدث بتاعه 5 سنتي. فهبدأ من 145 لحد 150 وافضل كل مرة انكريمنت ب5 لحد ما اوصل للليمت اللي في الاخر خالص اللي هو 195. هنا انا حددت اللي انا عايز البن نمبر بالمنظر ده. ممكن اللي انا يكون عندي بنز اكتر، ممكن تغير في الويدث بتاعها براحتك، ولكن دي طريقة انت بتسمرايز بيها الداتا. فانا دلوقتي اقدر اللي انا اكاونت الداتا بتاعتي، كاونت عدد الاوبسرفيشنز اللي واقعين جوه كل بن، جوه كل رينج من 145 ل 150. انا عندي كام اوبسرفيشن؟ عندي اوبسرفيشن واحده بس. من 150 ل 155 عندي كام اوبسرفيشن؟ عندي 4 اوبسرفيشنز. مجرد بتكاونت بس الاوبسرفيشنز اللي موجوده عندك اللي بتفول within الرينج اللي انت عايزه. وبعد كده بيلد بقى الهيستوجرام بتاعك. على الاكس اكسس بتحط البنز كلها بالرينجز بتاعتها بدءا من 145 لحد 150. ادي اول بن والكاونت عليه ب1، وتبدا اللي انت تحط الكاونت بالشكل ده. وتقدر كمان اللي انت تحط الانفو التانية، يعني زي ما احنا حاطين هنا مثلا المين والميديان حاطينها بالفيرتيكال داشد لاينز دي علشان حتى تورينا الدنيا اكتر. فانت هنا ممكن تكون عندك مليون observations، بس بمجرد ان انت عملت الهيستوجرام ده انت تقدر ان انت اول ما تبص له على طول تقوم والله بص هو البيهيفير بتاعه عامل كذا. يعني تحس اكن كل البوينتس قريبه من المين والمين قريب من الميديان، فانت تاخد فكره احسن عن الداتا بتاعتك بشكل مختصر وسريع جدا. مش كده وبس، انت ممكن ان انت تعمل شويه فاريشنز على الهيستوجرام بتاعك ده. ستيل انت بتحاول ان انت تسمرايز الداتا. الهيستوجرام اداك حاجه لطيفه جدا، اكنه بيعمل حاجه بنقول عليها بيديسكريتايز الداتا، اكنه بيحولها لديسكريت. مع ان الهايتس دي كانت كونتينيوس، بس انا لما بقيت اتعامل مع بنز اكنها بقت ديسكريت شويه. انا لو اخدت كل كاونت موجود على كل بن عندي وقسمت على التوتال كاونت، فاللي هيحصل ان انا كده بنورماليز الهيستوجرام. وكل النورماليزد كاونتس اللي طالعه دهيت لو جمعتهم على بعض المفروض ان هي هتساوي 1. فده كده فيرجن تانية اللي هي النورماليزد هيستوجرام. طب ايه رايك بقى لو ناخد الهيستوجرام بتاعنا النورماليزد ده ونحاول نقربه من الشكل الكونتينوس اللي هو كان الشغل بتاع البروبابيليتي دنسيتي فانكشن؟ ازاي نعمل حاجه زي دي؟ ابدا اللي انت بقى تكير اباوت البن ويدث اللي موجود عندك. فانا دلوقتي البن ويدث عندي 5. لو بدات اللي انا انورماليز النورماليزد هيستوجرام ده اصلا بالبن ويدث، فانا كده مش هبص بس على الهايت، لا انت بقيت كمان تكونسيدر الويدث بتاع البنز كان شكله عامل ازاي. فانا لو حولت الكلام ده لدنسيتي هيستوجرام، اللي هيحصل ان انا الفاليوز عندي طبعا اختلفت، كل فاليو اتقسمت على 5. اللي هيحصل دلوقتي ان انا لو بصيت على الاريا الموجوده دي، فانا كده بحاول ان انا اقرب اكتر من شكل البروبابيليتي دنسيتي فانكشن. لو هفت عندي كيرف على الداتا وهستعمل ميثود تانية اسمها kernel density estimation، ممكن ان شاء الله نبقى نتكلم عنها قدام. بس اللي يهمني ان انا لو هفت حاجة على الهيستوجرام بتاعي ده، فانا كده فعلا يعتبر بحاول ان انا approximate الكونتينوس distribution اللي هو المفروض جاي منه. وفي الدنسيتي هيستوجرام لو انت اخدت الهايت في الويدث فجبت الاريا بتاعت كل بن وبدأت اللي انت تجمعهم على بعض، المفروض ان هما هيادوا up to 1. المفروض ان الاديشن بتاعتهم كلهم طلع لك 1. وتاني نرجع لنقطة في probability density function. انت لو بتتكلم على point معينة يعني observation معين، ما تقدرش اللي انت تجيب له probability بشكل دايركت، ولكن بنطلق عليها density. فانا لو بتكلم على point معينة انا بتكلم على density معينة ليها، ولكن علشان اجيب لها البروبابيلتي بتاعتها انا محتاج ان انا اشوف رينج معين. فما ايه البروبابيلتي مثلا ان يكون الهايتس من 145 ل 147، فلما يكون في رينج معين اقدر اجيب الاريا اندر ذا كيرف زي ما اتكلمنا قبل كده.
ساعتها انتجريت فهجيب الاريا اندر ذا كيرف. الهيستوجرام لما حول الدنيا وهو نورماليزد حولها ليه probabilities، فانت بالشكل ده لو عندك value معينة موجودة على بن، فانت كده عرفت البروبابيليتي بتاعة البن ككل، فعندك برضو ايديا البروبابيليتي شكلها عامل ازاي. ولكن لو الداتا continuous وانت عايز تشوفها كاكشوال probability، فانت دلوقتي بتتكلم في الاريا اندر ذا كيرف، ولازم تكون على رينج معين، ما ينفعش تكون فاليو واحدة. ده كان بشكل مختصر ازاي اللي انت تبلد الهيستوجرام بتاع الداتا، فتقدر اللي انت تفهم الداتا بتاعتك بشكل اوضح. في نفس الوقت انت اختصرت الداتا، ولكن قدرت اللي انت تجمع كل المعلومات اللي انت عايز تجمعها وتفهم الشكل بتاع الداتا عامل ازاي. شكرا جدا انك كملت الحلقة للآخر. اشوفك الحلقة الجاية. سلام.